السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني طبعا من اخر فيديو انا عملته معاكم. انا بقالي كتير ما نزلتش فيديوهات، فقلت كده ايه اعمل فيديو معاكم ونشوف حبة المشتريات اللي جبناها من السوق، وكمان التومين بتاعنا النهارده هيبقى عبارة عن ايه بعد طبعا كل مادة بيتشال منه حاجة. بس عامة هنتأقلم مع الوضع وهنحاول على قد ما نقدر ان احنا برضو نوفر وندبر من التوفير كمان. تمام. بس قبل اي شيء عايزاكي تثبتي وجودك كده بالصلاه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حطي لي لايك لو تكرمتي، واشتركي في القناه لو كنت اول مره تشوفي فيديو من فيديوهاتي وما كنتش اشتركتي قبل كده يبقى اشتركي. هنا بقى انا جبت الطماطم دي، كانوا بيقولوا ان هي طماطم هي 2.5 ب10، 2 كيلو ونص ب10. تمام. وجبت كمان اللي هي الجوافه دي والخضره. تمام. فالخضرة دي طبعا كنت جايباها علشان اعمل بيها منها الكفتة، اللي هما ب2 جنيه خضرة، يعني 3 ربط. طبعا ما بنحطش خضرة كتير اللي هي الكفتة اللي هي بتاعت الرز. فهتشوفوا معايا طبعا الخيارية دي كان حد من الولاد بياكلها، فحطيتها في الشنطة يعني. المهم دي برضو الجوافة، ودي كده حبة المشتريات اللي انا جبتهم من السوق. تعالوا نشوف بقى ايه الحاجة اللي بتفكرني برمضان لما بعملها. اي نعم ما بعملهاش على طول، ممكن اعملها على فترات متباعدة جدا، يعني خلال السنة. وبتفكرنا برمضان. هي ايه؟ كفتة الرز. لما بعملها بفتكر رمضان، وعملتها كتير معاكم يعني كذا فيديو، مش كتير قوي بس في كذا فيديو من فيديوهات رمضان. لما بعملها بحس ان اللي هو ايه اكله ووصفه من الوصفات اللي إيه بتوفر معاكي كتير، سواء في عزايم، وبتتعمل كتير جدا في الافراح، بالاخص الافراح بتاعت زمان، ايام ما كانوا بقى ايه الستات بتوع البيت نفسه او اهل الفرح نفسه كانوا هم اللي بيعملوا الاكل، كانوا هم اللي بيطبخوا طبعا، وكانوا بيغسلوا مواعين كتيره وبيعملوا حاجات كتيره قوي. فدلوقتي كل اللي بيعمل فرح بيجيب طباخ يطبخ وكده، ويبقى ايه رز بسمتي وحاجات بقى اللي هي بتاعت دلوقتي. انما زمان بقى كان كفتة الرز دي كانت معروفة جدا جدا في الافراح، وكانت معروفة جدا في ايام رمضان، وكانت معروفة جدا في الاعياد. فانا حبيت بقى ان انا اعملها كده واشارككم كده ايه طريقة عمايلها، ونشوف نطبخها ازاي مع بعض. كمان جبنا ايه من التومين. دي الورقة بتاعت التومين، كيسين مكرونة سباجيتي وازازتين الزيت، وكيسين رز، كيسين رز، وكيس ملح. تمام. بس بارك الله فيما رزق، هم دول بتوع التومين. يعني كيسين المكرونه الاسباجيتي، كيسين رز، كيس ملح، ازازتين الزيت. تمام. دي كده حبه المشتريات اللي احنا جبناها. ف يعني هو بصوا انا ما بجيبش بقى حاجات كتيره قوي، يعني انا بحب ان انا اجيب الحاجه عند الاستخدام. يعني انا الاول كنت بجيب شكاره رز ايام ما كانت بقى رخيصه وكده. دلوقتي ما بقتش، يعني ما جبتش ومش عارفه اجيب بصراحه، لان كل مدى الرز بيغلى و ومش عارفه اخرج اجيب، عشان طبعا لازم اكون لوحدي، ما يبقاش معايا حد من الولاد وكده. فالموضوع ايه يعني عايزه ترتيبات كده خاصه علشان اعرف اطلع اجيب، وطبعا غير الفلوس يعني. فهي دي حبة المشتريات، احاول بقى ان انا ايه انظم نفسي بيهم. بالاخص الزيت، يعني اكيد الرز والمكرونه هجيب عليهم، بس الزيت آم، هجيب برضو عليه، بس احاول على قد ما اقدر ان انا ايه نعمل الاكل هيلثي يا جماعه صحي. تمام. فما نكترش في الزيت عشان نحافظ عليه على قد ما نقدر. عشان تجيبي ازازه زيت من بره التموين بتتجاب يعني في بعض المحلات بتبيع اللي هي 700 جرام. تخيلوا كام يعني انا حماتي جايباها ب 38 جنيه 700 جرام. فمعرفش بصراحه بتاعه التومين في السوق بكام، هسأل عليها. دي كان ازازه التومين اللي حماتي جابتها دي كانت من ضمن في دكان من الدكاكين اللي حوالينا، يعني اللي هي البقاله الصغيره يعني. فطبعا البقالات الصغيره دي في منها اللي بيبقى يعني بيتقل ويجيب حاجات كده بسيطه، ما بيغليش اللي هو الغلو قوي. يعني على حسب ما طبعا بيطلع مكسبه وكده. وفي ناس يعني ايه بتنتهز فرصه الغلا، فبتضاعف الحاجه، يعني بتضاعف مكسبها للضعف. انت فاهميني اقصد ايه طبعا. هنا المهم بقى اللهم صل على النبي، انا جبت بقى قلت ايه اعمل معاكم شويه كفته كده. نطبخ بقى الغدوه بتاعتنا كده، غدوه حلوه. بس هصبحها صوابع صغننه، انا من النوع اللي بحبها تبقى صغننه كده. بتوع زمان الستات امهاتنا بتوع زمان كانوا بيحبوا يعملوها ايه اللي هي الصوابع الكبيره دي.
ليه باعملها صغيّرة؟ لإن هي لسه هتشرب صلصة و فهتنفش كده، فطبعًا مش اللي هو النفشان اللي أنتم متخيّلينه يعني، هي بتبقى إيه، حاجة نسبية بسيطة أوي. و النفشان دوّة بتبقى حاجة نسبية ليه، ده بيرجع لكمية الحاجة اللي أنتِ عاملاها، كمية الرز اللي أنتِ حاطاها وك كمان البصل التوم والحاجات اللي أنتِ حاطاها فيها في فتة الرز. أنا عملت قد إيه، أنا عاملة نُص كيلو من اللحمة، بلّيت حوالي كوباية كبيرة اللي هي بتاعة العصير دي رز، مليتها رز بلّيتها في شفشق كده، سِبت عليها المَيّة، تمام، سِبتها قيمة ساعة في المَيّة، وبعد كده اتصفِّت و طبعًا حضّرت البصلاية وعليها بصلاية واحدة، اللي هي البصلاية الإيه، مش صغيّرة أوي ولا كبيرة أوي، اللي هي المتوسطة الحلوة دي، وحزمة خضرة، بس مش شبت، تمام. وبعد كده باحط توم، فصوص توم، وكمان فلفل أسمر وكمون وكزبرة والملح، وبس على كده، تمام. أنا هنا حطيت طاسة، حطيت فيها شوية زيت، عايزة أقول لكم شوية الزيت دول يعني هاقول لكم إيه أنا حاطاهم بُصّوا صعبانين عليَّ، بُصّوا خدوا نُص الإزازة، فمش مشكلة طبعًا، أكيد طبعًا أنا باهزر، كده الحاجة هتخلص وهنجيب غيرها. آمم ف يعني أنا باحب إن أنا إيه، لمّا آجي أقلي حاجة أو أحمّر حاجة ما أحطش زيت كتير، بالأخص الحاجات اللي زي الكفتة، زي البانيه، زي السمك. ليه بقى؟ بُصّوا من قبل الغلا، ليه؟ لإن الحاجات دي باحس اللي هو إيه، يعني مثلًا زي السمك خلاص أنتِ قليتِ فيه مرّة مش هتقلي فيه تاني، فبالتالي هيبقى إهدار كبير جدًا. أنا كنت أعرف حد قال قدّامي قبل كده إن هو إن الحد ده بيقلي البانيه، تخيّلوا البانيه بيفضّي إزازة الزيت في الطاسة، إزازة كاملة علشان يقلي بانيه، وبعد كده بيترمي. ده الكلام ده طبعًا مع يعني قبل طبعًا الغلا، الله أعلم بقى دلوقتي ممشّيين الدنيا إزاي، بس أنا استغربت طبعًا، لإن إحنا متعودين أصلًا من زمان على موضوع التوفير ده، وبنحاول على قد ما نقدر إن إحنا إيه، يعني نبقى اقتصاديين، مش عشان سواء في غلا أو ما فيش غلا، إحنا عامةً الواحد لازم يبقى اقتصادي في كل حاجة، ما يستخدمش الحاجة كده بالإيه، يعني من غير ترتيبات أو من غير اللي هو إيه، حكمة يعني. لازم الواحد إيه، يعني يخلّي إيده ميزان يعني. بُصّوا هنا كده أنا خلاص حمّرت ال الكفتة، وهاعمل طاسة كمان زيّها، تمام. أنا مش هاحمّر كل الكفتة الكيس اللي أنتم شفتوه ده، ليه بقى؟ هافرّزها بقى، هابطّط الكيس كده، ممكن أقسمه على كيسين وأبطّطه وأروح شايلاه في الفريزر. ممكن إن أنتِ تشيليها متحمّرة لو أنتِ عارفة إن أنتِ مثلًا إيه، كمان أسبوعين هتعملي الوصفة بتاعة الكفتة دي تاني. أنا ليه هابطّطها مش هاحمّرها؟ علشان أنا الأكلة دي بتيجي لنا بإيه، باشتياق، يعني مش بنعملها على طول، يعني لمّا نِفسنا بتروح لها بنعملها، فأنا فضّلت إن أنا أشيلها عجينة، تمام، علشان ما اشيلهاش محمّرة أو تزنّخ أو أي حاجة أو يبقى ليها طعم أي حاجة، فالأفضل إن أنا شِلتها عجينة وهابطّطها في الكيس، تمام. أنا كنت بقى دقّيت فصين توم كده، 3، 4 فصوص توم، وهاحطّهم في الحلة ديّة، هاقلّب إيه في الزيت كده. طبعًا أي مادة دهنية أنتِ بتحبيها، عايزة تحطّي سمنة بلدي، عايزة تحطّي سمنة أي نوع سمنة أنتِ بتفضّليه براحتك أو زبدة. أنا فضّلت إن أنا أعمل بالزيت. عايزة أقول لكم على حاجة، أنا في الشتا لمّا بيخُش ما باحبش أستخدم السمنة بكتر في الأكل، أو أحط نسبة سمنة على نسبة زيت. ليه بقى؟ لإن ما باحبش الطبيخ يبقى إيه، عامل طبقة دهون كده، أو عامل اللي هو الطبق اللي هو لازم يتغلي أو يتسخّن كويس أوي عشان تعرفي تاكليه. هو طبعًا كده في كِلتا الأحوال هتسخّنيه، لإن بيبقى ساقع، بس مش عارفة، أنا من زمان كده، يعني أنا من وأنا صغيرة ما باحبش طبقة الدهون دي تبقى ظاهرة. يعني في الصيف باستخدمها عادي، باستخدم السمنة البلدي عادي، أي نوع سمنة بافضّله أو متواجد عندي سواء زبدة أو سمنة، باستخدمه عادي في الأكل وبادخّله في الأكل. ليه؟ في الصيف مش بيبان الدهون، مش بتبان كده إن هي متراكمة كده ومتجمّدة على إيه، طبقة الحلة اللي هي فيها الطبيخ دي، لأ. إنما في الشتا بتبان، فمش باحب المنظر ده بصراحة. المهم أنا هنا كده خلاص، أنا حمّرت التومة، عايزة أقول لكم ريحتها مفحفحة وجامدة، جامدة، جامدة، تفتح نفسكم كده. طبعًا أنا بعد ما بقى إيه، عملت بقى روّقت الشقة وضبّطت الدنيا. هتشوفوا بقى معايا بقى إيه من ضمن ترتيبات الشتا أو تنضيفات الشتا معانا، هنشوف هنعمل إيه بعد الغدوة دي. ترتيبات كده على السريع،
طبعًا خدت منّي وقت ومجهود، لإني أنا يعني لمّا ييجي المقطع هاقول لكم عليه كام حاجة كده فيه. أنا هنا قلّبت الرز، عملت رز أبيض، أنتِ ممكن تعملي بشعرية، ممكن تعملي حبّاية وحبّاية زي ما بتفضّلي. عايزة أقول لكم أنا هنا الصلصة دي اللي هاحط فيها الكفتة، أنا مش هاحط فيها ولا بطاطس ولا أي نوع خضار. ليه بقى؟ علشان أنا عندي طبق لوبيا على جنب كنت عاملاه من إيه، يعني كان بايت عندي في التلاجة، فقُلت إيه، هاحطه كطبق طبخ كده جنب الأكل، فمش هاحط أي حاجة في الصلصة غير الكفتة. تمام. طبعًا الأكل استوى معايا، فأنا حبيت بقى إن أنا إيه، آخد طبق كده من الرز على طبق من الكفتة كده بالصلصة. طبعًا عايزة أقول لكم كل ما بتقعد الكفتة في الصلصة بت بتشرب من الصلصة. تمام. فالأفضل إن أنتِ إيه، ما تعمليش كمية كبيرة أوي فتلاقي إيه، شربت كل الصلصة ولا الكلام من ده. فلو هتعملي اعملي كميات صغيرة زي ما أنا عملت كده في حلة صغنطة على قد مثلًا الغدوة. تمام. ولمّا تعوزي مثلًا تخلّيهم متحمّرين على جنب وتعملي بالطلب ويبقى في صلصة على جنب، ولمّا ييجي حد عايز ياكل من الولاد وتسخّني له، تمام، بيبقى كده أفضل كتير، فتبان الصلصة موجودة في الطبق والكفتة موجودة في الطبق يعني. بس طبعًا بتسيبيهم يغلوا على بعض لحد أمّا إيه، الكفتة تطرى. فأنا هنا بُصّوا، أنا هنا في أوضة الإيه، في أوضة النوم، علشان أنا عندي بقى إيه الترتيبات بتاعة الشتا هاعملها، فحبيت إن أنا كده أشحن طاقة قبل ما أبدأ الإيه، معاكم الترتيبات. وقُلت أمّا أقول لكم رأيي بقى في الكفتة والرز اللي أنا كنت عاملاه. عايزة أقول لكم طعمهم تحفة، تحفة، تحفة. صلصة التوم طبعًا كلّكم عارفينها، بتبقى لذيذة جدًا وخفيفة، مش بتعمل حموّ كده على الصدر مش زي الصلصة أم بصل. تمام. عايزة أقول لكم كمان طبعًا دي يعني كل واحد وطريقته وعاداته في الحاجة، والأكل ده أذواق يعني، وعلى حسب ما الواحد بيفضّل ومتعوّد على الأكل إزاي، فأنتِ بتعملي بطريقتِك عادي، وأهم حاجة إن أنتِ تبقي مقتنعة بيها وحاباها. أمّا بقى عن الوصفة اللي أنا عملتها دي، لو أنتِ حابة تجرّبيها بطريقتي تمام، أو أيًا كانت هي الوصفة يعني، بيبقى طعمها حلو على فكرة. أنا عمري ما وريتكم حاجة في عملتها وإلا ومثلًا قُلت لكم على النتيجة بتاعتها بالمصداقية يعني. تعالوا بقى نشوف جبل من الهدوم دوّة عبارة عن إيه، وإيه اللي عمل فيه كده. عايزة أقول لكم إن هو إيه، أنا أخدت الهدوم الشتوي بتاعة الولاد كلّها، رُحت مطلّعاهم، اللي عبارة عن بروفلات بقى وهدوم خروج وحاجات وجواكت وحاجات من كده، وغير الإيه، الغسيل اللي هو الإيه، اللي أنا غاسلاه اليومي بتاعنا ده. تمام. فكان كلّه على بعضه. فأنا هنا إيه، عندي 2 كومودينو حاطة فيهم الهدوم بتاعة الولاد، فطبعًا الحتّة اللي أنتم شايفينها عاملة زي الرف دي، السَنّاد بتاع الرف، الرف بيُقع. تمام. فأنا لغيته خالص وريحت دماغي، لإن هو أصلًا الكومودينو ما لوش رف، فأنا كاتبة على كل كومودينو بتاع إيه، واحد بتاع بناطيل وواحد بتاع تيشيرتات، بحيث إن إيه، يعني مثلًا أبو مروان لو حَب يجيب حاجة للولاد يعني يلبّسها لهم وأنا مش موجودة أو كده، يبقى عارف كل حاجة فيها إيه يعني، ما يقعدش يدوّر يعني. فأنا حطيت البناطيل لوحدها والتيشيرتات أو البروفلات لوحدها. عايزة أقول لكم أنا عندي 3 تربو، عايزة كل تربو واحد منهم متكسر، بس باتعامل معاه يعني. آآ واحد فيه طُرَح وحاجات تبعي، وفي كل حاجة إيه، من كل أغنية كوبليه في كل تربو. فأنا إن شاء الله بإذن الله هاعيد كل ترتيبات التربوهات دي وهانظّمها تنظيم حلو. تمام. ومن ضمنها كان فيه هدوم. هنا بقى بدأت إن أنا أطبّق الهدوم، بس قعدت بقى في الأرض بعد ما أكلت كده، مسحت ما أكلت ومكان مثلًا الطبق، وبدأت إن أنا أنزّل كل الهدوم، لإن الموضوع كبير، يعني أنا مش هينفع أقف، ومش هينفع أحطّهم على السرير. أنا حبّيت إن أنا أحطّهم كده في الأرض عشان أخلص منهم بسرعة. على السرير هاحس إن إيه، حد عشان لو حد من الولاد جه قعد ما يبهدلنيش إن أنا باطبّقه، لإن حصلت معايا كتير وكنت باتغاظ منهم، لإن أنا بُصّوا بابقى ما باصدّق أخلّص الحاجة يعني، بالأخص لمّا تكون الحاجة كمية كبيرة كده. بُصّوا بقى الهدوم دي كلّها بتاعتي الشتوي، أنا مش باحطّهم في شنطة ولا كيس ولا أي حاجة، لإن أنا عاملة مكان رَف للشتوي ورَف للصيفي وخلاص على كده. فأنا باعمل إيه، أنا طبعًا زي ما أنتم شُفتوا كنت حاطة ستارة للهدوم الشتوي، فأنا باعمل إيه، باروح شايلة الستارة دي سواء الصيفي أو الشتوي، وهابدأ أروح مطلّعة الهدوم وغاسلاها. الهدوم كلّها نضيفة، بس أنا باحس من مكان ركنة مكان الركنة رغم إن أنا حاطة ستارة عليهم، بس أو قماشة، لإن باحس إن هُم فيهم تراب، ما ينفعش أبدًا إن أنا ألبسهم كده، ولا أنا ولا الولاد في لبسهم يعني. فباروح لامّة باعمل كل مدى فُم كده من الغسيل وقسّمتهم،
حطيت الغسيل زي ما انتوا شفتوا كده في الغسالة، وبدأت ان انا احط طبعا عشان الشتوي بيبقى قماشته تقيلة، وتحسوا الجلاليب وكل حاجة والبيجامات ضخمة كده. فهبدأ ان انا ايه اقسم الشوية اللي انتوا شفتوهم دول على مرتين. طبعا كل الهدوم دي نظيفة بس تحسوها ريحتها تراب، لان من عيوب الدولاب اللي هو الجرار ان بيبقى فيه فواصل ما بين الضرفة والضرفة، فيه فواصل طويلة كده ما بين الضرف، بالاخص لما يكون الجرار ده بتبقى رخمة جدا وبتدخل تراب بكل الطرق، يعني مهما تخبي فيها، مهما تحطي ستارة ومهما تحطي قماشة على الهدوم برضو تحسي ريحة التراب فيها. فهابدأ إن أنا أشطف الحاجة كده وأهدّيها. بُصّوا أنا هاشطفها الأول، أنا متعودة أعمل فوق يعني غسلة كده من غير رابسو، ماشي، أول غسلة من غير رابسو في كل الغسيل بتاعي سواء الغسيل اليومي بتاعي، فهاعمل كده وبعد كده هارجع يعني هُم في نفس الغسالة، أروح بقى حاطة بعد أمّا تفصل هاروح حاطة بقى شوية الرابسو وأروح مشغّلة تاني عليها، يبقى أنا كده غسلت الحاجة مرتين، مرّة باشطفها من التراب ومرّة باعمل كده باحط لها زي نظام رابسو. تمام، أول ما تحاولي أنتِ بتفضّلي بقى Ariel Persil الأوكسي اللي أنتِ عايزاه. تمام، فهو ده نظامي في الغسيل، يعني أنا باحب أشطف الحاجة حتى لو الغسيل يومي، مش شرط إن هو يكون غسيل من الغسيل اللي أنا بتاع يعني الفصول، فصل الصيف أو الشتا لأ، عادي في كل الغسيل بتاعي باعمل كده، شاطفة الأول ومن غير ربص، وبعد كده أغسل بقى الغسيل بتاعي شاطفة الدورة الأخيرة بالربص. أنا هنا بدأت إن أنا أمسح الرف كده اللي أنا هاعمل فيه أرص فيه الهدوم بتاعتي. عايزة أقول لكم إن أنا يعتبر الهدوم دي غسلاها غسلة عاملة لها حوالي 3 فُم من الغسالة يعني، غسلاها على 3 مراحل. فهابدأ كده إن أنا أرص الحبة اللي اتغسلوا اللي كانوا مع الغسيل اللي أنا طبّقته، وهابدأ إن أبُص دول كده شوية، لسه بقى الحبة اللي أنا طلّعتهم قدّامكم من شوية اللي هُم زي دول كده، هابدأ إن أنا اللهم صل على النبي، هابدأ إن أنا أغسلهم، بعد كده لمّا ينشفوا إن شاء الله أبدأ أرصهم جنب إخواتهم. تمام؟ بُصّي، لو أنتِ مثلًا بتشتغلي أو عندِك أطفال زي حالاتي أو أي حاجة شاغلاكِ أو في بيت عيلة مثلًا الوقت بتاع اليوم كلّه مش ملكِك، فأيًا كانت ظروفِك، فأنتِ حاولي إن أنتِ تعملي حتى ولو كل مرّة رف من الدولاب أو ضرفة، هتنجز معاكِ كتير وهتحسّي والله العظيم إن أنتِ عملتِ حاجة مفيدة، وإن أنتِ فعلًا إن بيتِك نضيف وريحته حلوة ما فيهوش تراب ما فيهوش أي حاجة من الحاجات دي. فكل مدى اعملي حاجة. أنا عارفة إن أنا باتأخّر عليكم في الفيديوهات بس سامحوني، وكمان عايزة أقول لكم إن أنا نِفْسي أبقى معاكم على طول والله، بس عايزاكم تشجعوني باللايكات كتير، كتير علشان أستمر في تنزيل الفيديوهات. أنا باحس إن الفيديو مشاهدته ضعيفة أو اللايكات بتاعته قليلة جدًا، اللايك ده بيفرق يا جماعة في إن الفيديو يُقترح عند ناس تانية ما يعرفونيش، حسابات تانية أو ناس تانية ما تعرفنيش، فأنتم ساعدوني بقى باللايك واكتبي لي تعليق حلو منِّك كده. وإن شاء الله بإذن الله نكون مع بعض على طول، بس شجعوني باللايك عشان الفيديوهات مشاهداتها تعلى، عشان أحس كده إن أنا باعمل حاجة مفيدة أي نعم هي بتبقى حاجة مفيدة وكمان أحس إن أنتم استفدتوا منها لمّا تتفرجوا عليها. بُصّوا هنا كده أنا خلاص خلّصت، دي هدوم كده قِسرت على الولاد وكده، فأنا لميتها في شنطة كده لمّا هاشوف هاعمل فيها إيه، وأدي كده خلاص الأرضية والتسريحة.